السلام عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. واللي يعمل عاشورا زينا نقول له يا عمنا كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم الأيام بخير يا رب. طبعا النهاردة المفروض النهاردة تسوعة، فيعني لازم نصوم يوم قبلها أو يوم بعدها. فانت لو ما لحقتيش ان انت تصومي النهاردة ممكن تصومي تلات واربع. احنا النهاردة ان شاء الله صايمين الاتنين والتلات بأمر الله. كل سنة وانتم طيبين طبعا كلكم، يا رب يا رب يكون الأيام دي أيام خير عليكم، وربنا ينول لكم كل اللي في بالكم وكل اللي في نفسكم ويفك كربكم، امين يا رب العالمين. انا هنا كان معايا الغله بتاعتنا او القمح، انا ده كان نص كيلو. طبعا بتجيبيه تقعدي بقى تنقيه وتطلعي فيه من كان فيه حاجه كده ولا حاجه كده، بتنقيه حلو. وطبعا الغسيل بقى مش قادره اقول لك، يعني كذا مره تقعدي تفركيه كده، افركيه بايدك الاتنين بحيث ان ميته تبقى صافيه، شايفه؟ صافيه كأنك زي ميه الشرب اللي انت تشربيها. طبعًا يا ممكن تنقعيه قبلها بيوم، يا ممكن لو مستعجلة عليه نقعيه في مَيّة سخنة لمدة ساعة، وغطّي الحلة كده واركنيها على جنب. باحط له معلقتين سكر علشان خاطر لمّا يفشّر معايا تبقى تحسّي إن الحباية مسكّرة من جوّه، تحسّي إن الحباية حلوة جوّه. وهاقول لِك على حاجة ما تغلطيش غلطتي، يعني طبعًا أنا هاقول لِك أنا طبعًا كده حطيته على النار وسِبته شوية كده، خَد بتاع ساعة ونُص تقريبًا. أنا بصراحة دُقت واحدة، قُلت ده خلاص هو استوى، بس هو كان عايز سِوَى سِكة كمان، يعني كان عايز يتساب شوية كمان، فهي دي اللي باقول لِك ما تغلطيش غلطتي. فأنتِ لمّا تيجي تدوقي ما تدوقيش بالواحدة كده، خدي حبة في معلقة ودوقي. حلو الكلام، بس طبعًا كطعم وكطريقة أنا هاقولها لِك بأمانة الله تحفة. طبعًا بتجيبي كيلو لبن، كيلو اللبن ده أنا باجيبه ساقع، باحطه ساقع، باوطّي النار أوي وأروح ضافية كيلو اللبن، بس باشيل منه بتاع كوباية لبن. طبعًا باوطّي النار علشان خاطر الحبّاية تشرب من اللبن، تحسّي إن الحبّاية كده كلّها بقت لبن. ويا ريت يكون لبن من عند اللبّان، يكون لبن جاموسي يعني عشان خاطر يكون كامل الدسم وفيه قشطة معاكِ. طبعًا كوباية اللبن اللي أنا قُلت لِك عليها هنجيبها على جنب، هاحط لها معلقتين نشا كبار، وكان عندي كيس لبن لبن بودر. وبُصّي تَكّة القرفة دي بقى، ربع معلقة كده من القرفة، قرفة البودر، واضربي كل ده مع بعض كده، اضربيه حلو ما تخلّوش متكاتل. هنضربه ونركنه على جنب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. وزي ما قلت لك انا سايبه القمح على النار عشان اللبن يخش في قلبيه كده. ولو عندك حته قشطه يا سلام بقى، يا سلام حته قشطه. عندك معلقه سمنه بلدي، حطي معلقه سمنه بلدي. الحاجات دي بتخليه تحفه. بصي انا هنا كنت بحط السكر، بحط كوبايه واحده سكر هتطلع معاكي بالظبط، هيطلع معاكي مظبوط، اللي هو ولا مسكر ولا اللي هو كان ناقص سكر، لا هي مظبوطه. فانت لو بتحبي السكر زياده هتزودي سكر، بتحبيه مظبوط او الدنيا هاديه كده فيه ما يبقاش مسكر قوي، هي كوبايه. هنا طبعا ضفنا بقى كوبايه اللبن بالقرفه بالنشا عشان خاطر النشا يخليه يربط. احنا طبعا كده تحس ان هو بليله، اللي هو احنا بناكل بليله طبعا في الشتاء فبتبقى سخنه، بتبقى سايبه كده. انما النشا اللي احنا حطيناه هتشوفي دلوقتي مع التقليب طبعا والنار بتاعتك وسط. انا طبعا كان خلاص هو غلي. هنا بصي بقى بيبتدي ان هو يتقلب، بيبتدي ان هو يبقى كريمي. كان طعمه والله العظيم تحفه. بس زي ما بقولك هي كانت ناقصه ان هي التكه، ان انا ادوس على السوا بتاع القمح شويه، شويه بسيطه مش حاجه كبيره يعني. هنا طبعا كان خلاص طفيت عليه، بضيف كيسين فانيليا. برضو الفانيليا بتاعتنا البودر بتبقى احلى من السايبه بصراحه. انا بحب، انا عن نفسي بحب السايبه. بصي هي دي ليها استخدامات ودي ليها استخدامات، بس انا طبعا بحط البودر بتبقى حلوه طبعا وهو سخن. لازم احطه في قلب الاطباق، ما ينفعش نسيبه في الحله وبعد كده نغرف. لو سبتيه في الحله هيتكتل وهياخد شكل الحله ومش هتعرفي تغرفيه. لازم اول ما تقفلي تكوني محضره الكوبايات بتاعتك، الاطباق بتاعتك ايا كان، وتروحي غرفه على طول. دخلته التلاجة بعد ما هدي وبرد، دخل التلاجة قعد بتاع ساعتين. طبعا بقى بنخرج، انا بصراحه بخرج على قد اللي هياكل. خلاص احنا 3 4 هناكل يبقى خرج 3 4 اطباق، ما بخرجش الاطباق كلها. وبتزيني طبعا في وقتها يعني. حط شويه زبيب، شويه مكسرات بقى، عندك جوز هند، عندك زبيب، عندك فستق، عندك بندق، عندك لوز. ايا كان التزيين بتاعك المتاح عندك في البيت طبعا حطيه. متنسيش اللايك والشير. ربنا يسعد قلبك، ربنا يكبر بخاطركم جميعا. شكرا.